بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحضر ان شاء الله مع بعض النهاردة اجمل والذ عيش سهل وبسيط ممكن تحضريه. هنعمل العيش الشامي اللي بيستخدموه في سندوتشات الفول والطعمية بتاعة المحلات. وطبعا العيش ده مش مختصر بس لسندوتشات الفول والطعمية، ممكن تستخدميه لأي سندوتشات احنا بنحبها. دلوقتي هنخش على الفيديو على طول يا جماعة. هننزل في طبق عميق، هحط كوباية لبن وباكت خميرة ومعلقة سكر وهقلب كل ده مع بعض. وهبدأ أنزل بكيلو دقيق متعدد الاستخدامات، أي دقيق انت استخدمتيه قبل كده وكان معاكي كويس استخدميه عادي يعني. وهنزل بمعلقة ملح صغيرة كمان، وهبدأ أعجن العجين بتاعي. طبعا أنا ما بنزلش بالمية كلها مرة واحدة، أنا حاطة كوباية لبن بس يا جماعة. هو بيتعجن بمية عادي، بس احنا بنعلي القيمة الغذائية بتاعته، بنحط كوباية لبن. دلوقتي هبدأ أنزل تدريجيا بالمية بتاعتي عشان العجينة ما تتطرش مني. نزلت بكوباية المية الأولانية بعد اللبن، وهبدأ أكمل بمية عادي خالص لحد ما ياخد كفايته من المية. أنا بعجن يا جماعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، أعجن كويس. وكل ما يحتاج العجين مية هبدأ أنزل شوية بشوية علشان العجينة زي ما أنا قلت ما تتطرش مني. لأن كل دقيق يا جماعة بيختلف عن التاني في إنه بيتقبل السوائل. فإحنا قلنا قبل كده في كذا فيديو إن في دقيق بيتقبل سوائل كتير وفي دقيق ما بيتقبلش سوائل كتير، فلازم أنزل بالمية تدريجيا واعجن كويس عشان اربي للعجين بتاعي عرق. احنا متكلمين في كل فيديوهات العجين على كده، وكل ما احس ان العجين محتاج مني ميه، طبعا انا لميت الدقيق كله بالميه اهوت، بس العجينه لسه يابسه شويه، فانا لازم كل ما احس ان هي محتاجه انزل بشويه وقلت فيها كويس عشان تربي عرق معايا زي ما انتوا شايفيني كده. طبعا انا هفضل اعجن فيها كده لحد ما احس ان العجينه نعمت معايا وبقت كويسه، لا منها تبقى طريه قوي قوي ولا منها تبقى جامده قوي او يابسه قوي معايا. انا كده يعني على وشك ان انا خلصت العجينه اهوت. كل ما احس ان انا يعني العجينه يابسه معايا شويه بنزل بحبه ميه بصوت علشان العجينه تبقى ناعمه وجميله معايا بالشكل اللي انتوا شايفيني بعجن فيها كويس اهوت. كده خلاص العجينه خلاص تمام ومش محتاجه ميه تاني وما عادتش بتلزق في ايدي ولا اي حاجه. هبدا الم العجينه بتاعتي كويس، هوريها لكم الاول ان هي شكلها ايه. العجينه طبعا ما عادتش بتلزق وما فيهاش اي حاجه ونعمت معايا وبقت زي الفل. هنزل بنقطة زيت كده على وشها عشان ألم بها العجينة كلها، وأبدأ إن أنا أغطيها وأتركها حوالي 35 دقيقة تخمر معايا. نزلت بنقطة الزيت بتاعتي اهوت يا جماعة على وش العجينة، وهبدأ أغطيها بأي كيس بلاستيك عندي، وأحط عليها فوطة كمان وأتركها تخمر. دلوقتي هركنها عشان تخمر. وكده العجينة بتاعتي بعد ما خدت حوالي 35 دقيقة اختمرت معايا. هبدأ إن أنا أكورها كور صغير، هخرج منها الهواء. طبعا أنا معايا صينية هرش عليها رشة دقيق خفيفة كده يا جماعة، وبعدين هخرج الهواء كله من العجين بتاعي وابدأ اكوره كور صغيرة. لو عندك ميزان اوزني عليه عشان تطلعي رغيفة العيش كلها قد بعضها. مش عايزة توزني خلاص، حاولي بإيدك بقدر الإمكان كده تكوريها كلها متساوية. أنا بكور أهو قدامكم وبحاول أخليها كلها كور قد بعضها بالشكل اللي انتوا شايفين بكوره ده. طبعا يا جماعة بعد ما نكور العجينة ديت بنغطيها بكيس بلاستيك علشان وشها ما يقشرش او يعمل طبقة او يعمل قشرة، وهتركها تريح كمان 10 دقايق علشان تتفرد معايا بمنتهى السهولة. خلصت طبعا الكمية بتاعتي كلها اهوت، وهغطيها بكيس بلاستيك برضو علشان ما تعملش قشر زي ما احنا اتفقنا. وبعدين علشان هسيبها تريح كده حوالي 10 دقايق. ريحت العجينة معايا وهبدأ في الفرد بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هبدأ افردها، برش شوية دقيق رشة خفيفة وارش على وش الرغيف حبة دقيق كمان عشان ما يلزقش مني، وابدأ بالنشابة بتاعتي افرد الرغيف بتاعي. الرغيف يا جماعة ما تدوسوش، يعني ما حدش يدوس جامد قوي، هو بيفرد بالنشابة على على الرغيف وانت بتفرديه. وحاولي بقدر الامكان ما تخليش جنب تخين وجنب ايه رقيق،
وما توسعيش قوي وما تخنهاش قوي. كده انا خلصتها وبنفض من عليها الدقيق، وهبدا اجيب الصينيه بتاعتي احط عليها الارغفه بتاعتي. دي الصينيه دي هتخش الفرن على طول يا جماعه، لكن انت لو هتركنيه على حاجه وتشيليه من عليها تحطيه على صينيه تانية، يا ريت لو في عندك لوح خشب او عندك اي حاجه يعني ايه تعرفي تشيلي من عليها، عشان الصواني اللي هي الالمونيا ممكن يقفش عليها او يمسك عليها، ما تعرفيش تشيليه بايدك وتبوظيه بعد كده. طبعا انا بفرد معاكم اهوت وبنفض من عليه دقيق، وانا قلت لكم طريقه الفرد اهو يا جماعه بمنتهى السهوله، مش عايزه اي حاجه خالص. كده انا خلصت الكميه بتاعتي، هي مش دي كل الكميه يعني، انا فارده على حاجه تانية. وبدات في الخبيز. طبعا انت بتسخني الفرن كويس قوي وتبداي توطي الفرن بعد كده. الفرن لازم يوطى يا جماعه، ما يبقاش عالي قوي، عشان العيش الشامي ما بي ايه ما بيعوزش فرن عالي. بتخليه عالي في الاول لما الفرن يسخن كويس، وبعدين ابدا اوطي الفرن اخليه متوسط الحراره واوطيه من تحت برضه، وافضل اداير في الصينيه علشان العيش كله ينتفخ معاكي من كل الاتجاهات. وما تسيبيش العيش بتاعك إلا لما تقلبي كويس قوي عشان ما يتحرقش منك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا سايبه لكم التصوير علشان خاطر ما قطعتش الحته دي، علشان تشوفوا ان العيش كله بينتفخ في الفرن اهوت. ما شاء الله يعني كان جميل وفي منتهى الجمال النهارده. طبعا دي الصينيه الاولانيه يا جماعه. انا تركت لكم الحته دي عشان تشوفوا العيش ايه كله كان منتفخ وكان بيقب معايا في الفرن. وقربت ان الصينيه تستوي، بس انا عايزه اوريكم ان الفرن كان واطي. كده انا خلصتها خلاص، خلصت الصينيه الاولانيه وطلعتها وبوريها لكم اهوت بعد ما استوى. وهبدا ادخل الصينيه اللي بعدها. ممكن في الاول كده تقفلي الفرن شويه علشان عبال ما الايه. طبعا بعد الفرن ما بيسخن ما بتاخدش 5 دقايق معاكي او 7 دقايق في الفرن. الخبيز بتاعك ما بياخدش كتير. طبعا يا جماعه اللي وصل في الفيديو معايا لحد هنا، ما ينساش الاشتراك بتاعنا وما ينساش اللايك وما ينساش فعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مننا. انا كده خلصت اهوت خبيز. وكده الصينيه انا طلعتها، وكده ايه العيش كله اللي انا خبزته يا جماعه قد ايه منتفخ وقد ايه في منتهى الجمال. وقد ايه طلع معانا جميل جدا وروعه. ان شاء الله تجربوه